السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في تحفيل التحفيل. دلوقتي يا جماعه، ركز معايا كده عشان احنا يعني في نادي بيلعب كاس العالم، ومتعه كاس العالم الانديه دي ومتعه البطولات ومتعه النادي اللي ذو قيمه ومتعه النادي اللي واقف على رجليه ومتعه النادي اللي عنده اداره، في عظمه. يعني في عظمه في النادي الاهلي، في جمال في النادي الاهلي، مع الرغم ان المنافس او اللي بيقولوا عليه منافس اللي انا شايفه مش منافس اصلا، يعني غرقان في الديون وغرقان في المشاكل، ونمشي فريرا نجيبه تاني، نمشي البروفي نجيبه تاني، نمشي كارتلون نجيبه تاني. فيعني الموضوع غريب قوي، هم ما عندهمش اي افتكاسات. يعني كل المدرب اللي بيمشي يجيبوه تاني ويرجعوه تاني، المدرب يمشي يرجعوه تاني. يعني هم ما عندهمش اي يعني مفيش تجديد، مفيش ابداع. يعني هم حافظين شويه حاجات يعني بيلعبوا عليها. فتخيل انت مع نفس الوقت انت بتلعب كاس عالم الانديه، ناديك منظم، جايب مدرب عالمي، عمرك ما بترجع المدرب تاني، مع الرغم من مثلا واحد زي موسيماني بطولات يعني رهيبه، ما فيش غير مانويل جوزيه بس اللي جه في فتره انقذ النادي. فانت دلوقتي بتتكلم على فريق بيلعب كاس العالم. يا جماعه يعني ايه متعه كاس العالم؟ يعني متعه فريقك يبقى بطولات ومصنف عالميا الثاني في العالم بالنسبه للحاصد على البطولات القاريه. الموضوع كبير يعني، متعه. يعني لما يبقى من 18 سنه مثلا انت بتصحى الساعة 10 الصبح كده، أو تصحى الساعة 8 مستني ماتش الأهلي، إذا كنت وراك مدرسة ولا كلية بتحاول تهرب أو يعني تروح تتفرج على الماتش، إذا كان وراك شغل. يعني أنا وبعض من زمايلي كتير قوي كنا بنتقابل في شغل، بنحدد نفسنا هنعمل إيه، ناخد إذن ننزل على القهوة نلحق الساعة. اليابان يعني الساعة 10 الصبح كأس عالم في اليابان من 18 سنة. أنت رايح بتعشق حاجة اسمها بوتريكا، رايح بتعشق الاهلي، ورا الاهلي يعني في كل حته انت في متعه. في يعني الاهلي بيوصل كاس العالم للمره الثامنه في تاريخه، حاصل على 3 برونزيه، ونامل في كاس العالم نوصل نهائي يا رب ونعمل نتيجه. وفعلا احنا طموحنا عالي قوي، مع الرغم برضو ان المنافس والفرقه اللي قصادك نفسها تلعب هناك، نفسها تروح كاس العالم. بس يروحوا ازاي وهم عندهم مشاكل اصلا ومش عارفين يحلوا مشاكلهم؟ يعني مفيش ايقاف القيد لنادي الزمالك، النادي الوحيد اللي ما سدش الديون اللي عليه، النادي الوحيد اللي مديون في كل حته بره، في الفيفا وهنا في مصر في الاتحاد الكوره. طبعا اتحاد الكوره بيساندوا، وكان ممكن يفتح القيد، ولكن يعني هتبقى مفضوحه قوي وهتبقى كبيره قوي. الموضوع كبير. خلينا في فرقتنا كاس العالم للانديه متعه، يا رب الاهلي يعمل حاجه. معانا سكواد كويس. انا زعلان على استبعاد كريستو وشادي حسين، على الاقل شادي حسين يعني كان يفضل ان هو نفسيا، يعني ما نعملش زي موسيماني مع حسام حسن، نفسيا نديله متعه. كريستو جاي عشان فرحان بكاس العالم. انا مع برونو سافيو ان هو يستبعده ايمن اشرف، ولكن انا ضد كريستو وشادي حسين. يعني شادي حسين احنا ممكن نكون محتاجينه، وهو بصراحه ممكن يعمل كانت هتفرق معاه نفسيا جدا، حتى لو مش هيلعب. يعني ممكن افضل اخليه مؤيد في كاس العالم، ولكن هتفرق معاه نفسيا. كريستو لعيب صغير، لعيب يعني ان شاء الله مستقبل حلو قوي قوي قوي، هيبقى دفعه معنويه برده كبيره جدا ان هو كان يقيد. ولكن كلنا ثقه في كولر، كلنا ثقه في الاداء بتاعه، كلنا في ثقه ان احنا نعمل حاجه في كاس العالم. ويا رب الاهلي في عظمه شياكه لبس، عظمه اداء، عظمه اداره، عظمه تاريخ الاهلي. مشرف مصر هو الاهلي، مشرف مصر عالميا ودوليا وقاريا هو الاهلي، مشرف مصر وعامل لها سمعه كويسه جدا في كره القدم هو النادي الاهلي. سلام.